جدد فطورك حتى الشبع. في هذا المطعم بتنزل فطور بيضلوا بيجددوا لك أي صنف بيخلص مجانا ضمن السعر الأصلي. هذا أكثر مطعم مميز ممكن تشوفوه في مدينة اسطنبول. ديكور المطعم كله قطع أثرية وتحف وفنيات ما بتشوفوها أبدا إلا بالمتاحف والبيوت القديمة. حتى الجلسات في المطعم كلها أنتيكا وبطراز قديم. وممكن أثناء زيارتكم لهذا المطعم تنسوا الأكل لأنه بدكم تصوروا كل زاوية وكل تحفة فنية موجودة في هذا المطعم. حتى الصحون مكتوب عليها عبارات جميلة وأبيات شعر. وبنجي حاليا على المهم، الفطور. الفطور في هذا المطعم فطور لبناني أصيل وفيه أكثر من 50 صنف. لما ينزلوا لك الفطور بشكل كامل رح تحتار من أي صنف رح تاكل وأي صنف رح تتذوق. طلب الفطور في هذا المطعم على عدد الأشخاص، وهذا الشكل النهائي للأصناف الرئيسية اللي بتنزل على الطاولة. والخبزة السخنة اللي بيعملوها داخل المطعم هي أساس الطعم. وواحدة من مميزات هذا المطعم الجبارة وجوده مقابل مضيق البوسفور بشكل مباشر. بعد ما ينزل الفطور تتفاجأ بهذا المنظر الخلاب. بعد ما ينزلونكم الفطور رح يجيبوكم هاي الصينية فيها أكثر من 20 نوع مربى، فيكم تاخذوا كل الأنواع ضمن سعر الفطور. هذا مثلا مربى البانجان، مربى الجزر، مربى الكيوي، حتى عاملين مربى من الفلفل الحار. حتى طريقة تقديم الشاي جدا مميزة وبدون حدود. مع الفطور ترمس الشاي هذا وإذا خلص ممكن تجددوه. ما ينزل فطوركم كمان رح يجيب لكم هاي الصينية اللي فيها 5 أنواع من الزيتون، فيكم تختاروا أي نوع بدكم إياه. عنوان المطعم في الطرف الآسيوي في منطقة اسكودار، يبعد عن محطة المترو 5 دقائق فقط. طريقة الوصول وحسابهم في انستغرام راح أحط لكم إياهم أسفل الفيديو.